عارف إنك ممكن تكون بتخسر 1000 جنيه شهريًا وأنت مش حاسس؟ مش بسبب الأسعار ولا المرتب، لكن بسبب عادات صغيرة جدًا بتعملها كل يوم. الفيديو ده هيفتح عينيك على 3 تصرفات ولو بطلتهم هتحس إنك عندك مرتب تاني. 1. القهوة الجاهزة تساوي استنزاف صامت، كوباية قهوة من برّه ب30 جنيه أو شاي أو أيًا ما يكون، لو بتشرب كوباية واحدة في البيت هتوفّر 900 جنيه. مقابل إيه؟ مشروب ممكن تعمله في البيت ب3 جنيه بنفس الطعم، فرق السعر يشتري لك أكل أسبوع كامل. نصيحة: اشتري كبسولات أو بُن كويس مرة واحدة ووفّر آلاف على المدى الطويل. 2. الطلبات العشوائية من التطبيقات، مفيش أكل نطلب دليفري، التوصيل زائد فرق السعر زائد الإغراءات يساوي 50 جنيه زيادة على كل طلب، 10 طلبات في الشهر يساوي 500 جنيه طاروا. مشكلتك مش في الجوع، مشكلتك في الكسل. الحل: حضّر أكلك ليومين قدّام وخلّي طلباتك للمواقف الطارئة بس. رقم 3. المصاريف اللي ملهاش لازمة بس بتدّيك إحساس وهمي بالراحة، اشتراك في منصة مش بتتفرج عليها أو كارت شحن كبير عشان مش هاحب أخلّص بسرعة أو لبس جديد عشان أفرفش نفسي. كل دي مشتريات مش للضرورة، دي مزاج. كل جنيه بتصرفه عشان تحس بتحسن مؤقت هو جنيه مسروق من مستقبلك الحقيقي. الغلاء حقيقي بس السرقة الحقيقية بتحصل من عاداتك. راجع مصاريفك واحسبهم تاني. كل مرة هتمنع عادة منهم كأنك رفعت مرتبك من غير ما تطلب زيادة. لو عجبك الفيديو ابعته لصاحبك اللي دايما مفلس ومش عارف ليه.